السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد جوج ديال الاطباق اللي كيجيو مرافقين للاطباق الرئيسيه، اللي هما عباره على لوبيا مشرمله وكذلك بوتيتوس في الفرن. كيجي زوين، يعني بالاعشاب كيجي زوين. نتمنى من الله الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتي اختي اول مره كتزوري القناه ديالي، ما تبخليش عليا بانك تشتركي معايا وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. والان بسم الله على بركه الله نمروا للطريقه ديال التحضير. هنا كناخذ اللوبيا كتنقى وكديروها تسلق، من بعد كنديروها مباشره في ماء بارد. اذا ما كانش متوفر كنديروا ماء عادي ديال الروبيني وكنضيفوا ليه قطع من الثلج. صافي كنخليوها جهد واحد دقيقه اولا جوج دقائق حتى كتبرد مزيان. هاد الطريقه هذه كتخلي اللوبيا انها تحتفظ على اللون ديالها، يعني ما كتبهاتش، كتبقى خضراء، اللون ديالها واضح وناصع. ومن بعد البنات راني كنصفي اللوبيا في شي شبيكه، كنخليها تصفى مزيان، من بعد كنديرها في مقلاة. والان ندوزو ان شاء الله الوصفه الثانيه، اللي هي عباره عن بوطيتوس. كناخد بطاطس متوسطه في الحجم، كنسلقها وكنقطعها قطع، يعني بهذه الطريقه هذه، على هذا الشكل هذا. صافي من بعد كنوجد باقي المقادير، اللي هي عباره على الشابلو اي الخبز المحمص، كذلك العطريه اللي غادي نحتاج فيها بصل غبره، ثوم غبره، ابزار، قليل من الملح، قليل من المعدنوس، والزعتر اولا اعشاب بروفانس، يعني اللي كان متوفر، البابريكا وزيت الزيتون. هنا البنات من بعد ما كطيب ليا البطاطس من الفوق، راني كنجبدها من الفرن وكنعاود نقلبها باش نحرص على انها تاخذ اللون وتحمر. هنا البنات الاطباق ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم باذن الله، وتجاوبوني في الكومونتير كيفاش جاوكم. وانا غادي نضرب لكم موعد باذن الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.